يحكى أنه في أحد البلدان العربية خرج الشعب من أجل الثورة، فسمع النداء عبد الحي وقام ينشد معه، ثم جاء رجل من الصحراء على إبله مناديا بهم: يا قوم، هل سمعتموني؟ أنا أفوضكم لاختياري، وسأحميكم بسلاحي وقوة رجالي. مرحبا بكم في مملكة آل دغلو. مملكة عسكرية من ميليشيات مسلحة نشأت في الثمانينيات تحت اسم الجنجويد، بمعنى الجن على الجواد في اللغة المحلية لقبائل دارفور غربي السودان. سطع نجمها ونشاطها العسكري، فقرر الرئيس السوداني السابق عمر البشير ضمها تحت أجنحته عام 2013، وحولها إلى قوى نظامية سميت بقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دغلو الملقب بحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الآن. اندلعت الثورة السودانية من نصف سنة حتى الآن، وتسلقتها قوات الدعم السريع لتنقلب على البشير تحت قيادة حميدتي. فمن رجل الجن ومن يقف خلفه؟ فأنا بديت الحمد لله التجارة من طلعت من الدراسة من 91، ووصلت في العمل التجاري. شغال شنو؟ والله شغال تجارة عامة، تقدر تقول احنا اصلا تركيزنا يعني تجارتنا كلها في الماشي والقماش. شاب بسن 43 عاما انتقل إلى الوحدات النظامية دون مؤهلات وتدريبات عسكرية، يحاول إحكام قبضته على السودان بفضل قوته السريعة وبمساعدة شبكة من أقاربه ومعارفه الذين تجمع بينهم مصالح تجارية وأسرية، المتهمين بارتكاب جرائم قتل بحق المدنيين في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. فما الذي حدث يومها؟ تفضل اعتصام بالقوة، ما تجرى ايه؟ كسروا كلين. مدنية العسكرية. الله أكبر. إذا الواحد خالف تعليم قال عسكرية وقال مدنية هيدقوا ضرب زيادة. أول يوم في العيد. الكلام ده لو موجود في طفح. واي زول اتجاوز حدوده من الأجهزة النظامية ولا من الملكية ولا من الآخرين والله يتقدم لمحاكمة. أكثر من 100 شخص قتلوا في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالرصاص الحي، بالإضافة إلى عشرات المصابين وحالات الاغتصاب التي بلغت 12 حالة موثقة وفقا للجنة أطباء السودان. تواصلنا مع عدد من شهود العيان خلال فض اعتصام القيادة، وأكدوا لنا أنهم لم يتمكنوا من توثيق كل ما حدث بسبب قطع الإنترنت عندها في السودان. شركة GSK للأنظمة المحوسبة والمراقبة متهمة بقطع الإنترنت والتجسس واختراق صفحات الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسب منظمة نت بلوكس التي تتعقب حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم. هذه الشركة يملكها شقيق حميدتي غوني حمدان دغلو. غوني أنشأ هذه الشركة عام 2016 ومنح رتبة الرائد في قوات الدعم السريع. شبكة العلاقات تمتد أيضا إلى هذا الرجل الذي يظهر دائما برفقة حميدتي، فنراه هنا وهنا وهنا أيضا. هذا الرجل هو أحمد آدم عيسى ابن خالة حميدتي ومن حرسه الشخصي. صحفيون وناشطون يتهمونه بالتورط في تهريب المخدرات عبر مطار الخرطوم مستغلا رتبته العسكرية. استغل أحمد قربه من حميدتي ودفع بأخويه حبيب وخلا لينضما إلى الحرس الشخصي لحميدتي كذلك. لم يكن أحمد وحده من يستظل بحميدتي، إذ يقف إلى جانبه الرائدان محمد جمعة دغلو
ومحمد زين دقلو، وهما من أقارب حميدتي ومن حراسه الشخصيين كذلك. محمد زين دقلو عمل مع حميدتي في قوات حرس الحدود عام 2004، واستفاد من اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول إفريقية بشأن الحد من تدفق الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا التي كانت تعرف بعملية الخرطوم عام 2014. منظمة إناف الدولية أصدرت تقريرا عام 2017 تحت عنوان مراقبة الحدود من الجحيم، اتهمت فيه حميدتي وقواته بسرقة الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي وارتكاب عمليات تعذيب وقتل للمهاجرين الذين كانوا يعبرون من السودان إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا. نحن الآن زي ما قلت لك عندنا مصنع في جبل عامر شغال. شايف جبل عامر هدأت ما شغال كويس. عندنا مصنع الحمد لله، عندنا شراكة معنا الكوارتا مشاركين فيه في سنغو شغال. عندنا مصالح تاني شغال. وغالك الكلام شغالين استثمار يعني. شغالين الحمد لله. شغالين كويس. الشيء الثاني برضه نحن قاعدين نمشي. يعني أنا مثلا ما بطلب أنا لروحي، أنا بطلب تنمية. كويس. موعود أنا هسه من السعودية موعود بتنمية، من الأمارات موعود بتنمية. السؤال هنا: ما العلاقة التي تجمع السعودية والإمارات بحميدتي؟ الشركة التي تحدث عنها حميدتي في جبل عامر هي شركة للتنقيب عن الذهب في دارفور، يساعده في إدارتها شقيقه الأكبر عبد الرحيم حمدان دقلو، وهي واحدة من ضمن سلسلة شركات تدعى الجنيد للأنشطة المتعددة، متهمة بتهريب وبيع الذهب للإمارات تحت حماية روسية. سنويا تجني شركة الجنيد في جبل عامر 54 مليون دولار من بيع الذهب، وتقدر قيمة الذهب المهرب في الفترة من 2010 إلى 2014 ب4.5 مليار دولار، وفقا لتقرير سري صادر عن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي حسب فورين بوليسي. هذه السلسلة يمتد عملها في مجال الاستثمار والإنشاءات والأعمال الهندسية والحديد والصلب وبيع وشراء السيارات والسياحة وتصدير الإبل. وردنا في بنك السودان حساب مجنب أو حساب نقدر نقول توفير أو احتياطي بنك السودان 255 مليون دولار. دي الآن مدفوعة والآن شغالين فيها. بعد ذاك وردنا 150 مليون درهم. سؤال: من وين المبالغ اللي بتجيبوها؟ مش كده؟ عندنا قواتنا البرة، مرتبات البرة، عندنا حاجات خاصة بينا في شراء الذهب ومصانع الذهب. وعلى مدار سنوات حازت شركات الجنيد على عطاءات رسمية بالشراكة مع الحكومة السابقة، زادت نفوذها ودخلها المالي، ولكن في الظل بلا مواقع إلكترونية ولا سجلات معلنة. بحثنا عن شركة الجنيد عبر الإنترنت، لكننا لم نجد لهم سوى عناوين وأرقام هواتف عبر موقع وزارة المعادن السودانية. حاولنا التواصل معهم لمعرفة مزيد من المعلومات حول الشركات، لكن دون جدوى. مصدر آخر للمال ولكنه عسكري هذه المرة، إذ تجني قوات الدعم السريع الملايين من السعودية والإمارات من أجل الاستمرار في حرب اليمن بمشاركة ما يقارب 30,000 مقاتل سوداني معظمهم من الأطفال حسب فورين بوليسي، في خرق صريح للمواثيق الدولية. فهل يتمكن أمير الحرب وخازن المال بمساعدة مملكة آل دقلو من الوصول إلى السلطة؟